هناخد النهارده مع بعض ازاي نعمل بوستنج. عمليه الترحيل بتتم ازاي؟ هناخد عمليه البوستنج. احنا عرفنا الجورنال لوحده وعرفنا الليدجر لوحده. طب عمليه الترحيل دي بتتم ازاي؟ ترانسفيرنج جورنال انتريز، ازاي بننقل الجورنال انتريز تو ذا ليدجر اكونت، ازاي بننقل من الجورنال للليدجر. از كولد عمليه ايه؟ البوستنج، الترحيل. Posting involves the following steps، بيبقى فيها الخطوات الآتية. In the ledger، في الليدجر، in the appropriate column، في كولوم معين جوه الليدجر اللي هو الريفرنس ده. of the accounts debit، عندنا في الديبت بيجي هنا في الديبت اهو، في اللي هو في الليدجر، احنا بنتكلم عن الليدجر اللي هو ده اهو ديبت، ده ليدجر جنرال ليدجر اهو الكاش، فعندنا ديبت. فالديبت ده تعال نطلعها كده. enter the date، بنحط التاريخ اول حاجه، بنحط التاريخ، يبقى بننقل التاريخ من هنا بيتنقل زي ما هو بالظبط هنا، يبقى حطينا التاريخ جورنال بيج. and debit amount، وبيتحط الديبت اماونت، الكاش بتاع الكاش ده يخص الكاش، فده الجنرال ليجر بتاع الكاش اهو. بناخد بايه؟ بناخد ال 15000 دي زي ما هي في الديبت اهي، مش هي ديبت هنا؟ بناخدها زي ما هي ديبت هنا. and the debit amount shown in the journal in the reference column، في الريفرنس هنا في الليجر، احنا بنتكلم في in the reference column of the journal، في الجورنال الريفرنس column اللي هو ده رقم القيد اللي هو عفوا ده اللي هو الكود بتاع الليجر، بتاع الحساب. في الكاش عندنا الليجر بتاعه كام؟ 101. فهنا بنقول ده يخص ال 101، فده هيترحل على حساب 101، الليجر بتاع 101 اهو، رقم الليجر بتاع الكاش 101، الحساب بتاع الكاش اسمه 101. فكتبنا هنا في الريفرنس بتاع الايه؟ بتاع الكاش. ده بيتعمل بشكل اوتوماتيك عشان تبقى عارف، مش انت اللي بتكتبه بايدك، ده شغل كمبيوترايزد. فهو اترحل من هنا اوتوماتيك، راح على شافه هنا يقوم جاي رامي الديبت ده هنا، ورامي الديت ده هنا، ورامي الاكسبلانيشن ده هنا، فكل حاجه بتتعمل اوتوماتيك. جورنال write the account number to which debit amount was posted، يبقى بنكتب الاكونت نمبر، بنكتب رقم الحساب ده في الريفرنس بتاع الجورنال. and the ledger in the appropriate column of the accounts، في الليدجر بقى، في الحساب المناسب او في العمود المناسب. credit enter the date journal page، بنفس الكلام بالظبط. وبنروح على الجورنال، لو هو كريدت بيبقى مره يعني احنا رحلنا كده الديبت صح، عملنا الكاش ديبت اهو. طب الكريدت نفس الكلام بالظبط، بنروح نشوف 301 دي فين اهي، 301 الحساب اسمه ايه؟ اونرز كابيتال، يبقى هو اصلا مكتوب هنا اوريدي. فانت اول ما بتكتب اونرز كابيتال هنا بيروح اوتوماتيك، اول ما تعمل عمليه البوست تضغط على بوتوم كده، بتضغط عليه زرار، بتضغط عليه يقوم مرحل الجورنال ده. هتشوفها معايا في الاودو، هتلاقيه بيرحل الجورنال ده يوديه على الليجر. طب لو ما عملتش بوست مش هيرحله، مش هيوديه، يبقى انت لسه القيد ما خلصتوش، القيد ده انت مسجله وسايبه، لسه هتشتغل عليه تاني. فودي لك ال 15000 جت فين؟ في الكريدت. هتروح هناك فين؟ في الكريدت، والبالانس بقى في الكريدت اهو بكام؟ بقى 15000 في الكريدت. ليه؟ لانه زاد، فلما بيزيد بيجي كريدت الاونرز كابيتال لو انت فاكر. فعندنا هيبقى جه 15000. يبقى كده احنا عرفنا عمليه البوستنج بتتم ازاي. هم رحل التاريخ زي ما هو، بيرحل الاكسبلانيشن زي ما هو، بس هو مش كاتب لك هنا الاكسبلانيشن، لكن هو بياخد نفس الاكسبلانيشن اللي انت كاتبه هنا ده، هو بيتحط هنا بالظبط. فده كده عمليه الترحيل بتتم ازاي. فهنا بتتكون اول حاجه بوست ذا ديبت اكونت، بنحط بوست للديبت، وبعد كده الديبت اكونت نمبر ان جورنال ريفرنس، بناخد الريفرنس جورنال ده، بنحط بقى الديت والجورنال بيج نمبر والاماونت، كل حاجه، التاريخ ورقم الجورنال اللي هو اند اماونت. خلي بالك في هنا ريفرنس اهو، ده اليوميه رقم واحد، ده ريفرنس اليوميه، هتلاقي في اليوميه فوق مكتوب جورنال رقم واحد. لان في نظام يقول لك انت عامل لي كذا جورنال للكاش، وجورنال مثلا للاكسبنسز، وجورنال للبرشيزز للمشتريات يعني، وهكذا. فهو هنا بيقول لك الريفرنس نمبر بتاعك. انتر ديبت اكونت، وبعد كده بوست ذا كريدت اكونت، برضو بتحط الديت. يبقى انت عملت مره الديبت، الديت والجورنال والبيج. الكريدت نفس الكلام، الديت والجورنال والبيج نمبر والاماونت، كل حاجه. بعد كده كريدت اكونت نمبر 2 ان ذا جورنال كولوم. زي ما احنا شفنا كده بتتم عمليه الترحيل بسلاسه وبسهوله جدا. اول ما بتضغط بوتوم الترحيل يقوم جاي مسمع لك الشغل ده.